البطل بيختار دوره بنفسه. البطل بيظهر وسط الفوضى، مش بعد ما كل حاجة تبقى تمام. السلام عليكم، أنا إبراهيم حسين، ودي آخر حلقة في رحلتنا مع بعض من كلام ينفع الموسم الأول. 11 خطوة مشيناهم سوا، كل واحدة كانت حجر في الأساس اللي بتبني بيه نفسك. والنهاردة جه وقت النقلة. النهاردة هقولك إزاي تمسك القلم وتكتب حكايتك من أول وجديد. هتكتب حكايتك كبطل مش كضيف شرف. في ناس كتير عايشة يومها كأنها مش موجودة، بتعمل اللي الناس عايزاه وبتلبس الدور اللي اتفرض عليها، وبتنسى ان ليها صوت ومكانة وقيمة. وكل يوم بيعدي بتحس ان هي عايشة حياة مش بتاعتها. البطل مش اللي بيكسب في الآخر، البطل اللي بياخد قرار انه يحارب علشان يعيش حقيقته. النهاردة هقولك 3 خطوات تخليك تبقى البطل في حكايتك. أول خطوة، اعرف انت مين، مش عايز تكون مين. اقعد مع نفسك واسألها: انا بحب ايه بجد، وبكره ايه، ونفسي اعيش ازاي. البطل لازم يبقى عارف هو مين عشان يعرف هو رايح فين. تاني خطوة، ارفض الادوار اللي مش بتليق عليك. الناس دايما هتحاول تركبك ادوار، زي مثلا دور العاقل او المضحي او المسالم او الشاطر على الورق. قول لأ، لو الدور بيخنقك يبقى الدور مش بتاعك. البطل بيختار دوره بنفسه. تالت خطوة، ابدأ من دلوقتي حتى لو الخطة مش كاملة. اوعى تستنى اللحظة المثالية. البطل بيظهر وسط الفوضى، مش بعد ما كل حاجة تبقى تمام. ابدأ والناس هتشوفك، بس أهم من كده انت هتشوف نفسك. في نهاية الرحلة دي عايز أقولك على حاجة: أنا مش عارف انت مين ولا عارف عايش ازاي، بس اللي أنا متأكد منه إن جواك بطل بيخبط على الباب من زمان. افتح له. جه وقتك إنك تكون الشخص اللي بتدور عليه طول عمرك. أنا إبراهيم حسين، وده كان كلام ينفع. مبسوط إنك تابعتني طول الحلقات اللي فاتت، وهستناك إن شاء الله في الحلقات اللي جاية. ولو عندك أي فكرة أو أي موضوع حابب إن احنا نتكلم فيه، ابعتهولي في الكومنتات وانا ان شاء الله هنفذه علشان خاطرك. كمان عايز اشكر كل الناس اللي اتفاعلت معايا، واقول لهم انا موجود بسببكم وعشانكم. ولو الحلقة دي لمستك، شاركها مع حد انت شايف انه محتاج يسمعها. وما تنساش عيش حكايتك، بطولتك بتبدأ من دلوقتي. اخر حاجة هقولك عليها، عايزك تسمع الحلقة اللي جاية، هتكون مدتها دقيقة. الحلقة دي معمولة مخصوص لكل الآباء ولكل الأبناء. السلام عليكم.